في كل مكان. برنامج رسالة الشباب من جديد يطل عليكم بحلقة جديدة ومواضيع جديدة وهادفة تهمكم أيها الشباب. وإلى أولى فقراتنا في هذه الحلقة وجلسة السمر. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. عنواننا عبد الرحمن لجلسة سمر عنوان جميل ويعني شيق، وكثير ما نعاصر هذا الموضوع في هذه الفترة الزمنية، وهو الزواج والعلاقات المحرمة. عبد الرحمن، انتشر في هذا الزمن العلاقات المحرمة بين الشباب والنساء في السوشيال ميديا بشكل خاص، يعني وفي الأماكن العامة بشكل عام، يعني مثلا الجامعات والعمل في خاصة في البلاد المتفتحة، وبشكل خاص مثلا على السوشيال ميديا عبر يعني التواصل الاجتماعي، الواتساب والسناب شات والانستغرام وأيا كان. كيف هل الأمر هذا منتشر بشكل كبير كما هو ملحوظ، ولا إيش رأيك في القضية؟ والله للأسف الشديد أن هذا الموضوع احنا تكلمنا فيه أكثر مرة، ولكن مهما تحدثنا فيه لن يعني نفيه حقه، لأنه من آفات هذا الزمن الذي ابتلي بها كثير من الشباب. أتحدث هنا عن العلاقات المحرمة، ويعني التي يعني أتت كموجة غربية غزت الشباب. فاللهم صل على محمد. يعني نحاول أن احنا يعني نركز على هذا الموضوع ونأخذ جوانبه من أكثر من محور وأكثر من جانب، وقسمناه هنا إلى عدة نقاط إن شاء الله بإذن الله، يعني نتحدث عنها بشكل يعني مفصل أكثر. طيب الآن خلينا احنا نخوض في المشكلة ونتكلم أنه الشاب إيش أو ما هي المشاكل اللي تواجهه. يقول لك والله يا أبو تركي أنا مثلا في الجامعة مهما يكون قاعد أحافظ على أني مثلا أكون أغض بصري، يعني أحاول أني أتجنب النساء، لكن أرى المرأة يا عبد الرحمن تخضع بالقول، تجلبني إلى أنه يعني يصير بيني وبينها أكثر من موضوع. يعني مثلا الآن الجامعة بيقول لك والله الإنسان المتحفظ أنا بدخل معها بتكلم معها في إطار الدراسة فقط، لكن هي تخضع بالقول معه وتدخل معه، وتصير قد يكون في ملامسات، وقد يكون فيه أحضان وسلام ومصافحة وما إلى ذلك. وهذه من الأمور اللي يعني تقرب العلاقة بشكل قوي جدا. إيش رأيك في الكلام؟ لا شك يا أبو صقر. أولا دعنا نتحدث عن الأحكام الشرعية المعروفة لدى الكثير، لم يكن الكل، أن الحكم الشرعي يعني في العلاقات ما بين الجنسين، مثلا نتحدث هنا عن أن الأصل في المرأة أنها لا تخضع بالقول أمام الرجال، وأيضا الأصل في الرجال أنهم يعني الرجل لا يصافح المرأة الأجنبية، وكذلك الكلام لا يكون خارج إطار الضرورة أو خارج إطار المعروف. ولا شك أنه من أعظم الأمور المحرمة بين الجنسين هي الزنا. وبالتالي يعني النبي صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام يعني عطر عدة يعني أطر معينة، ويعني حدد حدود للشاب. إذا التزم الشاب بهذه الحدود عصم نفسه، ويعني ابتعد عن الحرام واقترب من الحلال أكثر. يعني نحن نقول أنه يعني أنت شاب يا أبو صقر وأنا شاب، هذه الأمور يعني هي مغروزة فينا، غرزها الله عز وجل، وبالتالي لابد أن نتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام، ما استطاع منكم باء فليتزوج. هذه الأمور كلها هي تساعدك على أنك يعني تبتعد عن هذه الأمور وتقربك من الحلال الذي يعني شرعه الله لنا. طيب كلام جميل جدا. أيضا أنا أضيف على هذا أنه الإنسان المرأة بشكل خلينا نخش بشكل دقيق جدا. المرأة فتنة كبيرة جدا، ومن استطاع في هذا الزمن أنه يعني يقف أمام هذه الفتنة فقد يعني أنه هو أوتي شيء كبير جدا. المفاتن المرأة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ما تركت على أمتي فتنة، أو فيما معناه أنه أشد فتنة
تركها النبي صلى الله عليه وسلم للأمة هي فتنة النساء. طيب خلينا ندخل بشكل دقيق جدا على موضوع العلاقات. أنا في وجهة نظري أقول أن العلاقات يا عبد الرحمن كل ما تعمق الرجل في العلاقات المحرمة نقص منه بعض المبادئ الذي رسخها، وقد تموت المروة في بعض المواقف وفي بعض المحكات. يبدأ الشخص تذهب منه مبادئه وقيمه والذي كان راسخ عليها بسبب الشهوة. عندما يصل الشاب إذا دخل في علاقة محرمة ووصل إلى، خلني أقول لك، إلى أعلى مراحل العلاقة وتحول إلى الموضوع من علاقة إلى علاقة شهوانية، تنقص منه الكثير من المبادئ والقيم والكثير من المبادئ اللي كان هو أصلا متربي عليها، إن كان متربي تربية حسنة. والحل لهذا يعني بدل أنك أنت مثلا ما تقع في موضوع العلاقات المحرمة، الإنسان يتزوج. لكن يا عبد الرحمن الشباب الآن مثلا يقولوا لك يا أنس والله يا أخي كلامك سليم، أن الإنسان مثلا ما يبغى يقع في المحرمات وما شابه ذلك، لكن الزواج الآن أصبح صعب. يعني يقول لك أنا والله توني متخرج من الجامعة ومجهز لي مثلا قرشين ثلاثة، لكن البنت أصبح مهرها غالي، تطالب مثلا ب50 60 70 ألف دولار، أنا توني متخرج. فإيش رسالتك للأهالي الذين يعني لماذا أصبح أمر الزواج مكلف لدرجة أنه الإنسان يقول لك يا أبو تركي أنا أفضل أن أدخل في علاقة محرمة بشكل مجاني ومحرم، لأن هذا هو أقرب من أني أنا أدخل في علاقة زوجية مكلفة. يقول لك لا والله أنا أقضيها صلى الله السلامة والعافية. يعني الموضوع في هذا يعني أكيد أنه هو محرم شرعا، لكن هو يقول لك لا أنا أقل التكاليف والله أدخل لي مع امرأة علاقة، ثمين إذا ربي يسر لي مدري زي كذا اتزوجت. السبب في هذا كله إيش؟ تجد أن المهر مرتفع جدا، فيصعب على الإنسان اتخاذ في فكره، يصعب على الإنسان أنه يتخذ الأمر الحلال لتكلفته وينتقل إلى الحرام من أجل سهولته، نسأل الله السلامة والعافية، ومن أجل أنه يعني لن يكلف شيء. ما رأيك في هذه القضية؟ هي قاعدة معروفة في الشريعة الإسلامية، حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. لا شك أن الحرام طريقه أسهل بكثير من الحلال، ولكن هذا ليس عذرا لأي شاب أنه يقول والله أنا شايف المهور غالي، أو ما لقيت البنت اللي تناسبني، أو ودي والله أجرب قبل ما أدخل في علاقة يعني جادة، مع أني أخاف يعني أرتبط بها ارتباط. هذه كلها أعذار واهية، أعذار يختلقها الشباب لأنفسهم. حتى يعني الشخص عندما يفعل الشيء المحرم، والإثم ما هو؟ الإثم هو ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. عندما يعني يرتكب الشخص إثما معينا يبحث عن نفسه أعذار. وقس على ذلك مثلا في الأمور الحياتية. شوف إذا في واحد سبحان الله تجد الطفل هو أكثر شخص يعني تبان في هذه الصفة، أنه يعني يولد على الفطرة. أي شخص يفعل منكر يبحث مباشرة عن مبرر لهذا المنكر. فتجد مثلا الشخص الذي يسرق يقول والله أنا محتاج. الحاجة ليست مبرر، وغلاء المهور وصعوبة الزواج ليست مبرر للعلاقات. هذه الأمور ترى الجميع يعرفها جيدا. حتى الشخص الذي يرتكب هذا، حتى الشخص الذي يذكر هذا الكلام هو في قارة نفسه داخليا متأكد أن هذا الأمر لا يصح، وأن هذا الأمر لا يجوز، وإلى آخره. فاهم كل الكلام الذي قاعدين نقوله احنا بس مجرد تذكير، وحتى ننبه، وحتى نقول أن الله عز وجل مطلع على القلوب. أنت إذا الظواهر الناس طلعوا عليها، الله عز وجل مطلع على القلوب، يعني يعلم يعني تمام اليقين أنك أنت شخص يعني تعلم أن هذا الأمر منكر. فلنقل يا أخي أنه هذا الشخص فعلا يا أخي مبتلى بشهوة عالية جدا، ولكن لا يستطيع يعني أن يتزوج بسبب التكلفة العالية. يعني توجد هناك يعني ابتلاء كبير
يعني يعيش مثلا في مجتمع مليء بالنساء، ومليء، خلينا نقول مليء بالشهوات او مليء بالمغريات، وبالمقابل لا يستطيع ان يعف نفسه عن الزواج. النبي صلى الله عليه وسلم يعني اوصى لك بهدي واضح. اذا كنت صادق مع نفسك اولا وصادق مع الله، صادق مع الله اولا وصادق مع نفسك ثانيا، الصيام فإن له وجاء، خلاص واضحة. أعطاك الله عز وجل أمر، أنت تتبع هذا الأمر مباشرة، يعني الله عز وجل يعينك. وبعدين يعني احنا نقول في كل صلاة نقول إياك نعبد وإياك نستعين. نستعين من ماذا؟ نستعين بالله عز وجل على هذه الفتن. فهذا أنا بوجهة نظري هو ما هو إلا مبرر يعني وكلنا الله المستعان ذاك المقصر، ولكن هنا نتحدث عن يعني عموميات. هذه الأمور لابد أن لا يجعلها الشاب عذرا لأي إثم يعني يرتكبه، سواء كان في علاقات محرمة أو غيرها من العلاقات. طيب أنا عندي هنا نقطة أيضا خلينا نعود لمحور حديثنا له العلاقات المحرمة. خلينا نتكلم بشكل يعني دنيوي أكثر. إذا أنت تريد أن تستمتع بعلاقتك مع المرأة بالحلال ويعني بما شرع الله لك، ثبت أن العلاقات المحرمة تفسد على المرء علاقته السامية ألا وهي الزواج. كيف؟ أنت اعتبر أن الحب أو المشاعر أو المشاعر الحميمية هذه كلها عبارة عن رصيد. إذا استنفدت هذا الرصيد في غير مظنته، عندما يأتي الأمر الذي لابد أن تستثمره فيها أو لابد أن يعني تمارسه مع الشخص الصحيح وفي علاقة صحيحة، مباشرة سوف تجد الرصيد قل. ليش؟ لأنك أنت خلاص استنفدت. بعض الناس يقول لك يا أخي الحب زي ما تقول أنت تطلع من تحت إلى رأس الهرم. هل في نقطة بعد رأس الهرم؟ وش النقطة اللي تجيك بعد الرأس؟ انتهى، ما في شيء. النزول مباشرة. نعم. أنت ماشي تنزل. فأنت إذا وصلت أعلى ذروة الحب في علاقة محرمة، أنت في العلاقة الغير محرمة، العلاقة الشرعية، مباشرة سوف يكون هذا الحب. وهذا السبب، هذه إحدى أسباب الطلاق. نعم. إنه والله الشخص ما يشعر إنه والله قد جرب مرة مرتين وثلاثة وعشرة، خلاص صار ما تفرق معه، صار يعني يدور البنت والثانية والثالثة والرابعة والعاشرة وصار ما يشبع. أنا أضيف على هذا، على قصة الحب، البعض يتزوج عن طريق الحب. أنا كنت أقول، وكل ما كلمني شخص كان يقول لي الزواج عن طريق الحب وما الحب وإلى آخره من هذا الكلام، كنت أضرب له مثل جيد. أقول له الزواج عبارة عن مشروع خلنا نقول مثلا سكني، قصر، خلنا نفترض انه قصر. اهم شيء انت كمهندس، انا بتكلم يعني اسمح لي ادخل في تخصص كمهندس، اهم شيء عندك البنايه التحتيه. صح. فانا يوم اقول لك الاساس اذا كان ما هو مبني على شرع الله عز وجل، ستبني انت، ستتزوج، سياتي الابن الاول، الابن الثاني، انت قاعد تبني الان ادوار. الاساس تحت مبني على الحب اللي هو غير شرع الله عز وجل. نعم. محرم. بنيت الطابق الأول، تزوجت، الطابق الثاني رزقت بولد، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، في أي لحظة ممكن كل هذا ينهد. ليش؟ لأن الأساس ما هو بأصلي. لكن لو بنيت أساسك بدين الله عز وجل وبالشرع، تروح تتزوج الولد، البنت الولد، تتزوج الثانية كله شرع، يعني انت ماشي مضبوط. صحيح. مهما يكون لا قدر الله صار في اهتزاز مثلا في الدور الرابع، لا الاصل موجود، هو سيقومك. فهمت علي؟ فالكثير لا يبقى هذا الامر، يحسب ان الزواج خلاص يتزوج ويلا عن حب قول الله تعالى يعني ولقطع واردك بصقر. نعم. هذا مستقل قول الله تعالى افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان. نعم. خير. نعم. أما أسس بنيانه على شفا جرف نهار فانهار به في نار جهنم. نعم. احنا والله يا بصقر ودنا صراحة نسهم في هذا الموضوع أكثر يعني من حلقة، يعني أكثر من فقرة، والفقرة الواحدة لا تكفيها، الحلقة الواحدة ما تكفيها، لكن هذا أمر خطير جدا، لابد أن نعيد ونكرر، وسوف يعني نستمر في إعادة هذا الموضوع وتكراره من أكثر من وجهة نظر مختلفة، حتى يعني نغطي هذا الجانب ويعني نذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. مشاهدينا الكرام، ننتقل وإياكم إلى الفقرة الثانية في هذه الحلقة وترند. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في الفقرة الثانية وفقرة ترند. عندنا
ترندات يعني خفيفة جميلة. نبدأ بالأولى، وذكرى رحيل السلطان قابوس. كان السلطان التاسع لسلطنة عمان، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع والخارجية، والقائد الأعلى للقوات المسلحة. إذ كان يطلق على الحاكم لقب إمام قبل أن يطلق عليه لقب السلطان في دولة عمان. وصاحب هو طبعا أطول فترة حكم ما بين الحكام العرب في العالم، وقد حكم عمان 50 سنة حتى وفاته. طبعا توفي بسبب سرطان القولون، رحمه الله وغفر له ولجميع موتى المسلمين. نعم. طيب عندنا الترند الثاني ابو صقر، وش كان الترند الثاني؟ الترند الثاني ارتفاع الدولار في مصر وفي العالم كله. مصر تسجل اعلى رقم في تاريخها. انا والله ما ادري هو يعني في رقمين، في رقم في السوق السوداء، في رقم في الارقام في السوق العالميه يعني. جميعها خياليه. رقم في العشرينات قرابه 24 و 25 جنيه مقابل الدولار واحد، وهذا اعلى رقم قد سجله الجنيه مقابل الدولار. الا انه في واحد من الشباب يحكي لي انه في مصر السوق السوداء لسه اغلى، يعني يوصل 33 و35 و38. فتخيل معي ان هذا الرقم الكبير يعني لم تصل له مصر قط في تاريخها الكبير. فيعني واضح جدا ان هناك ازمه اقتصاديه تمر بها البلاد. نسال الله تعالى ان يخلص المسلمين من هذه الازمه. امين يا رب. طيب ننتقل الى الترند الثالث، واحتفالات دولة العراق الحبيبة بكأس الخليج. ما شاء الله تبارك الرحمن، كان افتتاح جميل جدا. الكأس الخليجي 25، وما شاء الله تبارك الرحمن كان افتتاح جميل جدا. ذكرنا بافتتاح دولة قطر في كأس العالم. ما شاء الله تبارك الرحمن، دولة العراق من تقدم إلى تقدم، من نجاحات إلى نجاحات ما شاء الله. للأسف الشديد أن هذا الافتتاح الكبير قد يعني شابه شائبة، ألا وهي سوء التنظيم الذي حصل في مدرجات، أو في يعني مدرجات الفي اي بي الخاصة بسبب سوء التنظيم أتوقع، ولا؟ يعني خلاف حصل بين كبار الشخصيات، فنتج عنه خلافات خرج على اثره ممثل دولة الكويت. طيب عندنا هنا الافتتاح كان رهيب جدا، يعني لا احد كان يتوقع ان العراق لديها يعني هذا الكم الهائل من الابداع، ويعني هذه يعني زي ما تقول ايش، المواهب. خليك من المواهب، مستوى الملاعب الذي والله صراحة يعني اعتقد انها اجمل دولة فيها ملاعب عالمية بعد دولة قطر أكيد، ثم تأتي بعدها السعودية وغير ذلك من الدول. يعني أنا صراحة انصدمت يوم شفت الملاعب، قلت يعني هذا أكيد إنه فوتوشوب، مستحيل إنه دولة مثل العراق يعني تعاني على كافة الأصعدة، تعاني على كافة الشعب العراقي يعاني، إلا أنه هذا الافتتاح العظيم ما هو إلا نتيجة أنه هذا الشعب رغم معاناته إلا أنه صامد، ويعني يظهر ذلك في المحافل العالمية. شكرا لدولتنا الحبيبة العراق، وشكرا لتنظيم هذه البطولة. يعني بالمناسبة البطولة ما زالت الآن تعرض ومستمرة، وتشارك فيها تقريبا 8 منتخبات، هي منتخبات دول الخليج العربي. طيب ننتقل إلى الترند الذي يليه، ومقاطعة المنتجات الفرنسية لا تزال مستمرة. مقاطعة المنتجات الفرنسية هي حملات مقاطعة دينية انطلقت في العالم الإسلامي في 22 أكتوبر عام 2020، ردا على إعادة نشر الرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم. وعادوا لنا يعني المقاطعة لا تزال مستمرة في هذه البلاد ردا على إساءتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ونحن نشيد ونهيب بالشعب الإسلامي كافة أن يعني يستمر في هذه المقاطعة، على الأقل أن نبرئ ذمتنا أمام الله عز وجل، ويعني أن نذب عن عرض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب،
ومن خارج فرنسا إلى داخل فرنسا. اليوم أخبار عن فرنسا كثيرة يا أبو صقر. إيه عندنا مظاهرة أصحاب السترات الصفراء في فرنسا. طبعا نظم أصحاب السترات الصفراء في العاصمة الفرنسية باريس مظاهرة في الذكرى الرابع لانطلاق حركتهم، وطالب المتظاهرون بتحقيق العدالة الاجتماعية والمزيد من الديمقراطية. وشهدت المظاهرة التي شارك فيها المئات لحظات توتر كبيرة بين الشرطة والمتظاهرين، وأحرق المتظاهرون في طريقهم بعض حاويات النفايات. وفي حديث للأناضول اشتكى المتقاعد لوسيان الذي شارك في مظاهرات السترات الصفراء في الأعوام الأربع الماضية من التضخم وارتفاع الأسعار وسوء الخدمات الصحية ومن غياب العدالة. أنا والله كنت يعني كان معروف عن فرنسا أنها يعني تسيء التعامل مع الأجانب ومع اللاجئين ومع الإسلام تحديدا، وحربهم على الدول العربية كبير، ولا ننسى يعني موقفهم تجاه يعني قطر، وعندما نظمت كأس العالم وقالت نحن سوف نرفع علم المثلية أخزاهم الله. والحمد لله يعني رد كيدهم في النحور وفاز منتخب الأرجنتين، إلا أن فرنسا ما زالت مستمرة في الحرب على هذا الدين، والدين باق بهم أو بغيرهم، سواء بمحاربتهم أو دعمهم. الدين هو الدين، لا يعني يضره يعني كيد الحاقدين ولا الحاسدين. طيب إلى آخر ترند معنا ومتعب قلبيا لعشاق كرة القدم، اعتزال اللاعب الكبير جدا اللاعب جاريث بيل. اعتزل كرة القدم ليلة البارحة. وعبد الرحمن لو تعطينا بشكل سريع عن إنجازاته والفرق التي لعب بها، تفضل. والله عندنا اللاعب جاريث بيل يعني الواحد ما يدري شو يقول صراحة. يعني هذا اللاعب اللي لولا آخر 3 سنوات من مسيرته أو 4 سنوات كنا بنقول هذا لاعب يعني تاريخي جدا وإنجازاته عظيمة جدا. يكفي أنه يعني عنده 5 دوري أبطال أوروبا، يعني عنده ظاهر دوريين إسباني، عنده بطولات، يعني بطولاته صراحة كبيرة. وهو كان سبب رئيسي في فوز يعني ريال مدريد بالبطولة العاشرة التي يعني هي من أعظم البطولات في آخر 10 سنوات. تحدثون عن رأسية راموس في آخر الدقائق أمام أتلتيكو مدريد، ثم أتى بعد ذلك جاريث بيل ويعني سجل الهدف أعتقد الثاني أو الثالث، وكان متألقا جدا في هذه المباراة وفي البطولة بشكل عام. فترة جاريث بيل مع ريال مدريد كانت فترة تاريخية، إلا أن عقده الذي كان يعني يحمل مبلغا ضخما كبيرا جدا سبب خلافات كبيرة بينه وبين إدارة ريال مدريد، مما أدى إلى أنه يعني يجلس على دكة البدلاء فترات طويلة، ثم يعني ذهب إعارة إلى توتنهام حيث هو المكان الأساسي لجاريث بيل، ثم عاد مرة أخرى إلى ريال مدريد. وعندما رأى أنه لا جدوى من لعب كرة القدم، يذكر أن جاريث بيل كان وما زال عاشقا لرياضة الجولف، ويقولون أن هذا هي سبب تدني مستواه في الفترة الأخيرة. وأنا أتحدث هنا عن تدني مستوى اللاعب ذهنيا وليس فنيا، لأننا كلنا شفنا أداء جاريث بيل مع منتخب ويلز، كان أداء تاريخي، ويعني يحسب لجاريث بيل أنه سبب رئيسي في تأهل المنتخب الويلزي إلى نهائيات كأس العالم ومقارعة الفرق الكبار، وهو يعني يعتبر حجر الأساس في هذا المنتخب. فبالتالي الأسباب التي يعني دهورت من مستوى جاريث بيل هي أسباب فنية، هي أسباب يعني ذهنية، ليست فنية إنما هي ذهنية. طيب أنا نعتذر مشاهدينا الكرام اللي قلت آخر ترند، لكني يعني تسرعت شوي. باقي عندنا ترندين يا أخوي. طيب ناخذ ترند زيدان وإساءة الرئيس الاتحاد الفرنسي لزيدان. تكلم به كلام لا يليق بالأسطورة زيدان. عرج على هذا القضية اللاعب امبابي وعدة لاعبين كبار جدا ومثل الأسطورة زيدان. لا يصح أو لا يليق برئيس الاتحاد الفرنسي أن يتكلم عن هذه الأسطورة بهذه الطريقة التي لا تليق بكرة القدم ولا تليق بالأسطورة الكبير زين الدين زيدان. نعم. طيب زي ما ذكرت يا أبو صقر أنه
اللهم صل على محمد، هذا الترند الذي ذكر اللهم صل على محمد، هذا الترند الذي ذكر عدة لاعبين أن منتخب فرنسا والاتحاد الفرنسي هو عبارة عن زين الدين زيدان. زين الدين زيدان هو الذي يمثل منتخب فرنسا وتاريخ فرنسا الكبير. يتلخص في هذه الأسطورة، أسطورة المنتخب الفرنسي زين الدين زيدان. وما كانت هذه الإساءة إلا بسبب العنصرية اللي تحدثنا عنها في الترند الماضي. منتخب فرنسا ودولة فرنسا والاتحاد الفرنسي ورئيس دولة فرنسا هم كلهم يعني يحاربون مثل هذه النجاحات. نتحدث هنا عن لاعب كريم بنزيما الذي حورب وعوقب وحرم من منتخب فرنسا 5 سنوات وهو في أوج عطائه، عندما عاد يعني أتته الإصابة ثم استبعد، ثم كان بأتم الجاهزية ولكنه استبعد تماما من الفريق. هذه كلها إساءات مستمرة. لماذا؟ لأنها يعني عنصرية كبيرة تجاه اللاعبين الذين ليسوا من أصل فرنسي. طيب مشاهدينا الكرام، ننتقل وإياكم إلى فاصل قصير، لا تذهبوا بعيد، ابقوا معنا. وتسابقوا للمكرمات وحلقوا بسمائها ضرا وخيرا أمنوا. أعزائنا المشاهدين، يمكنكم الآن متابعة بث قناة سلام الفضائية عبر قمر سهيل سات على الترددات التالية: اسم القناة سلام تي في، القمر سهيل سات 2، التردد 11310 في، معدل الترميز 30000. وتسابقوا للمكرمات وحلقوا بسمائها ضرا وخيرا أمنوا. مشاهدينا الكرام، حياكم الله وبياكم من جديد، وننتقل وإياكم إلى آخر فقراتنا في هذه الحلقة وسبورت. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في الفقرة المحبوبة، ونذكركم بأننا نسعد باستقبال اتصالاتكم في هذه الفقرة المحبوبة. لدينا ولديكم عبد الرحمن، دخلني على المباراة الأقوى في هذا الأسبوع، أتلتيكو مدريد وبرشلونة، حيث يعني أقدر أقول لك شبه ملحمة كروية. يعني ما هي مباراة ما كان فيها ما كانت ذاك المباراة يعني، لكنها مباراة كانت جيدة وملحوظ تغير فريق نادي برشلونة. رأيك وتعليقك على المباراة؟ 3 نقاط من عنق الزجاجة يحصل عليها فريق برشلونة. يعني كانت مباراة أشبه ما تكون بضغط كبير جدا. رمى تشافي بالأمور الفنية والجمالية عرض الحائط، وركز على نتيجة المباراة وحصل على 3 نقاط. أعتقد أنها أهم 3 نقاط في هذا الموسم الطويل الذي ما زال فيه وما زال يعني يحمل الكثير من مفاجآته. أنا أعتقد هذه المباراة تحديدا برشلونة راح يعني يغير من يعني مستواه. يعني هذه المباراة تحديدا راح تغير مستوى برشلونة خلال الموسم كامل. تقدر نتحدث عن المباراة كانت بين يعني زي ما تقول بين أتلتيكو مدريد وتير شتيجن، أتلتيكو مدريد
وتحديدا قلبي الدفاع اراوخو وكوندي. هذه المباراة يا ابو صقر يعني عفوا اراوخو وكريستنسن وكوندي، خلينا نقول خط الدفاع كامل اللي هم الرباعي الدفاع، لانه حرفيا كانت مباراة هجومية من الطراز الرفيع لاتلتيكو مدريد ودفاعية يعني الا انها يعني بعض اللقطات يعني هفى فيها دفاع برشلونة، ولكن بشكل عام كانت مباراة دفاعية عظيمة جدا لبرشلونة تشافي. مباراة 1-0. هذا ونجم الفريق ليفاندوسكي غائب عن هذه المباراة، ونتحدث هنا عن لاعب يعني اعتمد عليه برشلونة بشكل اساسي في التهديف، الا انه عثمان ديمبلي كان يعني من تكفل بالهدف. ومباشر بعد الهدف اجرى تشافي بعض التبديلات، حاول ان يعني يداير ويساري ويجاري سرعه المباراه وسرعه الريتم الذي فرضها اتلتيكو مدريد على برشلونه. حصل برشلونه على 3 نقاط. جدول الترتيب هنا 41 نقطه لبرشلونه، يليه بعد ذلك ريال مدريد الذي كان دائما وابدا خلف برشلونه في الدوري الاسباني طيله ال10 سنوات الماضيه. وان كان ريال مدريد هو متفوق في اخر سنتين، الا انه برشلونه كعبه عالي على ريال مدريد، تحدثون عن اخر 10 سنوات تحديدا. ولكن بعد خروج الاسطوره ليونيل ميسي برشلونه يعني تائه في الدوري الاسباني ودوري ابطال اوروبا، وللاسف الدوري الاوروبي. لكن هنا نتحدث عن برشلونه اي الان ماشي صح، ماشي كويس في الدوري الاسباني 41 مقابل 38. يليهم بعد ذلك ريال سوسيداد ب 32 نقطه. طيب هنا نتحدث هنا عن برشلونه واتلتيكو مدريد. تعال ننتقل مباشره، ودنا احنا اليوم نجمع اكثر من موضوع في حلقه واحده. هناك مباراه تاريخيه بالحديث عن النجم الكبير ليونيل ميسي، هناك مباراه تاريخيه مكانها في العاصمه السعوديه الرياض، وتجمع ما بين باريس سان جيرمان وفريق سمي بفريق موسم الرياض، مجتمعا ما بين الهلال والنصر. حدثنا هذه المباراه يا صديقي. والله هي مباراة يعني خلينا لا تقول لي باريس سان جيرمان ولا فريق موسم الرياض، هي مباراة بين ميسي وكريستيانو يعني. اي نعم. يعني جامعين نجوم النصر ونجوم الهلال مقابل فريق باريس سان جيرمان. مباراة اعتقد انها تقام يوم 19 ما خاب ظني. ايه يوم 19 في ملعب مرسول بارك إن ما خانتني الذاكرة. المباراة ستكون شيقة، بتكون جميلة. من زمان ما شاهدنا كريستيانو رونالدو وميسي ضد بعض، لكن كتيبة ميسي قوية جدا. تكلم عن امبابي وتكلم عن نيمار واكثر من لاعب عالمي، مقابل كريستيانو رونالدو وسالم الدوسري وايغالو والنجوم المتواجدين في نادي النصر ونادي الهلال. ستكون مباراة جميلة، وموسم الرياض ما شاء الله تبارك الرحمن يعني محافل. ايه في محافل كبيرة جدا. وانا اعلن من هذا المنبر ان نتمنى ان يقام مثلا مباراة بين ريال مدريد ونادي الاتحاد ونجوم نادي الاتحاد فقط، لان نادي الاتحاد لا يحتاج ان يكمله نجوم من فريق اخر. لكن ننتظر عد موسم جدة على اساس تعم الفرحة. بيقول لك يا اخي تبي تلعب مع ريال مدريد فوز بدوري ابطال اوروبا، ولا اجيب لك بطوله عالميه قاريه وروح العب مع ريال مدريد زي ما سويت انت يعني في موسم سابق قدام. والله ايام يوم كنا فايزين كان في موسم جدة ولا موسم الرياض يعني. كنا نحتفل في حي الخزامة قصر البلوي معروف. ف يعني مباراة بتكون شيقة جميلة. وتذاكر وصلت الى، كنت اشوف تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية يقول التذاكر وصلت إلى 1.5 مليون. عدد الذين طلبوا التذاكر 1.5 مليون، واعتقد الملعب يسع إلى 35 ألف متفرج فقط. لكن دام اضطرينا الاتحاد يا عبد الرحمن، أسبوع حزين جدا على مشجعين نادي الاتحاد. نبتدئ بمباراة الهلال والاتحاد الذي انتهت ب1-0، هدف إيغالو في الشوط الأول، وثم مباراة أمس التي انتهت بالتعادل أمام نادي الشباب. عبد الرحمن، إيش قصة الاتحاد؟ الاتحاد مشكلته واضحة يا أبو صقر، ألا وهي خط الوسط وعمق التشكيل، عمق التشكيل الاحتياطي تحديدا. الاتحاد يعاني جدا. كان يجب على إدارة نادي الاتحاد أن يعني تركز على صفقات جديدة،
خصوصا انه يعني خساره الدوري بشكل يعني محزن جدا لعشاق نادي الاتحاد الموسم الماضي ادى الى انه يعني تنكشف مشاكل الاتحاد، وهي واضحه جدا لا تخفى على اي عاقل. مشاكل نادي الاتحاد هي في عمق تشكيل اساسي، عمق تشكيل احتياطي. الان يعني الاتحاد يعاني جدا، وان كان في في من ضمن الأربعة الأوائل. أتحدث عن أنه هو في المركز الثالث، يليه الهلال مكرر ولكنه يتفوق عليه فارق الأهداف، ثم الشباب في المركز الثاني ويتصدر الدوري السعودي نادي النصر السعودي. هذا لسه كريستيانو باقي ما لعب، يعني لو لعب يعني هذول بيطيرون. فنادي الاتحاد يا مصقر كونك مشجع اتحادي، مشكلته في خط الوسط. البارحة كان يلعب بلاعب وسط هنريكي الذي يلعب اصلا 8 لاعبين رقم 6 محور دفاعي، وكورنادو الذي يلعب في مركز رقم 10 من لاعبين رقم 8. كان هناك يعني عدة اشكاليات ادت الى انه الدوري موسم نادي الاتحاد يبدا بشكل مزعج لعشاق نادي الاتحاد، ويذكر البعض ايام الموسم الماضي يعني ايام المدرب كوزمو كونترا الذي يعني ادى موسم طيب، الا انه في نهايته ما كان يعني ابدا مرضي لكافه جماهير الاتحاد. طيب من الدوري السعودي ننتقل مباشره الى الدوري. اليوم ما اتكلم يعني لنا كذا فتره ما اتكلم عن الدوري الايطالي. الدوري الايطالي يا ابو صقر حامي، الدوري الايطالي يعني حامي جدا، وفيه يعني مباريات يعني جميله يعني خلينا نتكلم عن اقرب مباراه تحديدا، الا وهي مباراه يوفنتوس ونابولي يوم الجمعه القادمه، والتي اذا تفوق فيها نابولي على يوفنتوس مباشره سوف يكون المرشح الاول بشكل كبير الى الحصول بالدوري. نتحدث هنا عن فارق ترتيب ما بين نابولي ويوفنتوس قرابه 5 نقاط لو ما خانت الذاكره، نعم 6 نقاط 7 نقاط والله 7 نقاط. لكن اذا فاز يوفنتوس سوف يدخل، يعني احنا متعودين على فريق نابولي انه في كل خساره في اللحظه التي يكون هو اقرب من غيره الى اصدار الترتيب، في كل خساره يحصل فيها في هذه الفتره مباشرة يدخل الفريق في دوامه لا يخرج منها الا بخساره الدوري. فبالتالي اليوم نابولي امام تحدي صعب جدا يوم الجمعه القادمه 13 جانوري. انا والله اعتقد انها فوز يعني سوف يكون يعني الضغط الاكبر سوف يكون على فريق نابولي، ولكن نابولي الموسم هذا يعني فريق يعني كبير جدا، يعني مر بعده يعني ازمات ولكن تخطاها، يعني بعيدا عن يعني مباراته السابقه امام انتر ميلان ومدرب انزاغي الذي يعرف كيف يدير هذه المباريات الكبيره، لكن هو الان امام فريق يستطيع ان يتغلب عليه. يعني يوفنتوس ما هو بالفريق اللي والله يوفنتوس ايام يعني أليجري يوم كان يعني أليجري يعني كان مستواه عالي جدا وكان لا احد يقهر فريق يوفنتوس. الان يوفنتوس يعاني على عده اصعده، لسنا هنا بالحديث عن هذه المعاناه ولكن نتحدث هنا عن المباراه. انا اعتقد ان المباراه سوف تكون يعني قويه جدا وشديده التنافس بين الطرفين، والفائز منها تحديدا سوف يكون بشكل كبير جدا مرشح اول لقب الدوري. طيب كيف تقول لي ان يوفنتوس لو فاز راح يكون مرشح يعني اول لبطوله الدوري الايطالي؟ انا مباشره اقول لك انه نابولي اذا ما يخسر مثل هذه المباريات الكبيره انه يدخل في دوامه صعب الخروج منها، فبالتالي هذه الدوامه تستغلها الفرق الاخرى مثل انتر ميلان واي سي ميلان. بالمناسبه اي سي ميلان ايضا يعني ينافس على الدوري الايطالي. اتحدث هنا عن يعني مساواه مع يوفنتوس ب 37 نقطه، يليهم مباشره انتر ميلان 34 نقطه. بالتالي هذه الاربع فرق هي التي او هذه الثلاث فرق هي التي تلاحق نابولي، فنابولي ابدا مو مرتاح وان كان بعيد عن صداره المجموعه. طيب حدثني عن السيتي وتشيلسي وهدف رياض محرز، يعني اعتقد انه اخذ افضل هدف في الجوله. ما شاء الله تبارك الرحمن. هدف رياض محرز امام تشيلسي كان يعني ما شاء الله، هو دائما يحب الزاويه هذه، ركبت على رجله مضبوط. اي ركبت على رجله وحط الهدف الجميل جدا. السيتي منطلق بقوه كبيره جدا، واعتقد انه هو الاقرب صراحه لتحقيق الدوري هذا السنه. تشيلسي مستواه في انخفاض جدا، وأسأل الله عز وجل أن يكون في عون مشجعينه. وتشيلسي والسيتي ما شاء الله يا عبد الرحمن منطلق. وليفربول
خارج السرب. اي والله خارج السرب للاسف الشديد، مع خارج بالغ السرب ولكن الأسى والحزن. بشكل سلبي. انا قاعد اشوف طالع فوق دوالي ما يوصل تحت، فليفربول مو ظاهر مو طالع لك في ما ادري ايش الشاشه. السالفه صراحه. يعني ليفربول عندك يعني للاسف الشديد انه متاخر جدا عن صداره المجموعه جدا جدا. ويعني هنا انه المباراه السابقه بين تشيلسي والسيتي كانت في كاس اف اي كلوب. هذه المباراة التي يعني كان خلفها مباشرة مباراة بين تشيلسي وسيتي أيضا في الدوري الإنجليزي، وكلاهما تفوق فيها السيتي عن جدارة واستحقاق، وأدخل تشيلسي في دوامة هو أصلا داخل فيها من زمان، وبعد تغيير المدرب وبيع مالك النادي لمالك أمريكي، ويعني الفريق يعيش من سيء إلى أسوأ. أنا والله ما أدري صراحة تشيلسي كم ترتيبه، العاشر، وصل العاشر. يعني ليفربول يعني يأتي قبل تشيلسي، لكن ملامح الدوري الانجليزي اعتقد انها اصبحت واضحه. المتنافسين على البطوله هما فريقان لا ثالث لهما، ارسنال ومانشستر سيتي. ابو صقر احييك مره اخرى دائما وابدا على هذا الابداع وهذه الاطلاله الجميله الرائعه امام شاشه شبكه سلام الاعلاميه. اشكر لك شكرا جزيلا على هذه الحلقة. الله يكرمك يا عبد الرحمن، والشكر موصول لكم أنتم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والمشاهدة. انتهت حلقتنا لهذا اليوم. بإذن الله عز وجل نلتقيكم مطلع الأسبوع القادم يوم الثلاثاء في تمام الساعة 4 بتوقيت أسمرة. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحو العلا سيروا شباب الأمة، وتكاتفوا ليلوح الفجر أجمل، وتسابقوا للمكرمات وحلقوا بسمائنا طرا وخيرا أملوا.